السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والنهاردة كده زي ما انتوا شايفين هنعمل شوية سمك، انما ايه بقى، مقرمشين وحلوين جدا، والسمك مش شارب زيت خالص. هنقول سر التتبيلة، ومعلقة واحدة هتحطيها هتخلي السمك مقرمش معاكي ومش شارب زيت خالص. بس قبل ما نبدأ الفيديو، يا ريت لو كنتي لسه جديدة معايا ومشتركتيش في القناة تشتركي وتفعلي زر الجرس علشان يوصل جديد، وكمان تدوسي على زر اللايك والاعجاب بالفيديو. ونقول كده بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ الفيديو مع بعض. طبعا هتجيبي السمك وتكوني غسلاه كويس. انا معايا هنا كيلو 2 كيلو سمك بلطي. كون غسلهم طبعا كويس بالليمون وبالخل وبالملح وكده، يعني زي ما انتوا شايفين كده نضاف جدا وزي الفل. بس النهارده هنقول على معلقه واحده بس هنضيفها للسمك، هتحوش اي زفاره في السمك طبعا، وهتخلي السمك ريحته جميله جدا، وهتساعد ان السمك يكون مقرمش وجميل جدا. هنحط كده على السمك، برغم ان انا غسلاه ومنضفاه كويس ونقعاه طبعا. هحط كده ميه على السمك، وهحط معلقه واحده بس، معلقه صغيره كده من الطحينه. الطحينه دي جميله جدا، بتحوش اي زفاره في السمك خالص، مش بتخلي ليه اي ريحه، وكمان بتساعد كمان على النظافه والقرمشه بتاعه السمك. وطبعا هحط كده رشه من الدقيق ومعلقه ملح، وطبعا عصره من الليمون. وهنقع في السمك في الخلطة دي لمدة ربع ساعة لغاية ما ينزل كل اللي معاه. بس برضو عملت الخطوة دي قدامكم. طيب، هيكون عندي التتبيلة بتاعت السمك عبارة عن توم، وطبعا التوابل السمك اللي هو الكمون، معلقة كبيرة كمون، معلقة كزبرة ناشفة، ومعلقة طبعا صغيرة فلفل اسود بتخلي الطعم جميل جدا، ومعلقة بابريكا او شطة، وطبعا معلقتين ملح. وهخلط كل الخليط ده معايا في الكبة. وطبعا حطيت شوية كده من الكزبرة الخضراء، بتخلي تتبيلة السمك جميلة جدا، بتخلي ريحة السمك وطعمه جميل جدا. الكزبرة الخضراء دي جميلة جدا. طبعا باخد الورق كده مش العروق وبخلطه مع التتبيلة. يبقى التتبيلة عبارة عن ايه؟ عبارة عن توم، وعبارة عن شوية كده من الكزبرة الخضراء، وعندي الكمون والكزبرة الناشفة والفلفل الاسود والبابريكا والشطة والملح. وزي ما انتوا شايفين كده، بعد ما نقعت السمك بتاعي في الخلطة الجميلة، طلع طبعا كل اللي فيه، وطبعا غيرت المية وغسلته كويس. وهبدأ أتبل كده في السمك زي ما انتوا شايفين. هعمل كده خطوط من بره او شقوق كده بالسكينة من بره، علشان التتبيلة توصل لكل لحم السمك. يعني هتبله من جوه وكمان من بره زي ما انتوا شايفين كده بالخلطة جميلة وريحتها حلوة جدا. وطبعا عصرت على الخلطة دي ليمون كتير علشان يدي التتبيلة دي روعة بصراحة. وطبعا هتبل كل الكمية وهرجع لكم تاني. هنا بعد ما تبلت كل الكمية، طبعا هسيبها في التتبيلة دي لمدة نص ساعة علشان كل السمك يشرب من كل التتبيلة الجميلة اللي احنا عاملينها. وهجهز معايا طبعا الدقيق، وهحط كده معلقتين من النشا، علشان النشا طبعا هيخلي السمك مقرمش وجميل، وعمره طبعا ما بيشرب زيت خالص أثناء القلي. وهتبلهم طبعا بالكمون والملح والفلفل الاسود زي ما انتوا شايفين كده. يعني المعلقه اللي هحطها على النشا دي بتفرق جدا. انا حطيت هنا معلقتين من النشا بحطهم على الدقيق. وطبعا ببهر كده الدقيق بالكمون والفلفل الاسود والملح، علشان يدي طعم جميل جدا للغلاف بتاع السمك. التتبيله دي او الدقيق لما حطيتها ما يخليش السمك ابدا يشرب زيت، وبيخليه كده مقرمش من بره وجميل جدا. وطبعا هغلف كل السمكه بتاعتي بالدقيق، وهبدا كده انفض بايدي كل الدقيق ده، ما خليش خالص دي. وطبعا هتبل كل كميه السمك بتاعتي مره واحده بالدقيق، وهكده دقيق. وبعدين طبعا هكون مجهزه الطاسه على النار فيها الزيت حامي جدا. اهو طبعا جبت طاسة على النار فيها زيت،
ويكون طبعا الزيت حامي، وطبعا هنزل فيه مقدار السمك اللي عندي. طبعا هعلي عين البوتاجاز هتكون عالية جدا، وبعد شوية كده هوطيها علشان السمك يستوي كويس. يعني في البداية هيكون النار عالية، وبعدين هخليها نار متوسطة علشان السمك يستوي كويس من جوه. وطبعا خد لون ذهبي وجميل جدا، وهقلبه على الناحية التانية. وكده ما خدش وقت معايا واستوى كده ومقرمش وجميل، وما شربش زيت خالص، كمية الزيت زي ما هي. وزي ما انتم شايفين كده اللون جميل وذهبي، ده بفضل معلقة النشا اللي انا حطيتها على الدقيق. والخلطة طبعا جميلة جدا ومخليه طعمه تحفة. طبعا هكمل مقدار السمك اللي عندي كله، هسيبه كده يتحمر كده في الزيت لغاية كده ما يتحمر كده السمك معايا في الزيت. هعمل معايا شوية طحينة، طبعا عارفين ان الطحينة بتبقى جميلة جدا مع السمك. هيكون معايا طبعا مقدار من الطحينة، انا الطحينة دي عاملاها في البيت، هنعملها مع بعض على القناة ان شاء الله. وهيكون معايا طبعا معلقتين خل وليمونية كاملة بعصرهم على الطحينة، وبحط طبعا عليهم الملح وبحط الشطة، وبقلب كله مع بعض كده لغاية ما يتجانس مع بعض. وطبعا لو الطحينة عازت مني مية طبعا بضيف المية، وبعملها كويس جدا بيكون طعمها تحفة. اهو انا حطيت في البداية بس الطحينة والليمون والخل، وكمان حطيت ملح وشطة، وهفضل كده اقلبهم كويس. وبعدين طبعا هضيف شوية مية، لان هنا الطحينة قوامها سميك جدا، هضيف شوية مية علشان اخفف بيها الطحينة. طبعا كده الطحينة جهزت معايا، شكلها جميل وطعمها تحفة وقوامها مظبوط. يعني هنشوف مع بعض القوام دلوقتي. اهو ده القوام المظبوط بتاع الطحينة. بس كده، وكده خلصت الطحينة، وطبعا خلص كده قليت كل كمية السمك اللي عندي، وحطيتها كده وزينتهم بالبقدونس، وجميل جدا، والسمك طالع مقرمش ومش شارب زيت خالص، يعني كمية الزيت زي ما هي اللي في الطاسة ما نقصتش. وبسم الله ما شاء الله جميل جدا وطعمه تحفة، والتتبيلة كانت خطيرة بصراحة، ومقرمش وجميل، وبالهنا والشفا. يا ريت يكون الفيديو عجبكم وطبعا استفدتوا منه، ويا ريت ما تنسونيش من اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. ودمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.